كلنا نفسنا ننجز كل اللي ورانا، وكلنا دلوقتي في فترة دراسة يمكن تكون هي الفترات الأشد، وهي فترة الترم التاني أو الشهور الأخيرة من ثانوية عامة. ومش معنى إن أنا قُلت الشهور الأخيرة من ثانوية عامة إنك تقعد تتوتر أو تقعد تشتكي أو تقعد تعيش دور الضحية، لإن في الوقت اللي أنت بتشتكي فيه ده في حد تاني بيسعى عشان يوصل لحلمك، وalready في ناس وصلت لحلمها، وكل الناس اللي وصلت عاشت بالضغط والstress اللي أنت عايش فيه دلوقتي، فأنت مش لوحدك وrelax خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زهراء، أهلًا بيكم فيديو جديد. إزاي أنجز كل اللي ورايا وأخلّص الplaylist بتاعتي وما ارجعش أزعل في الآخر زي ما بنعمل كده كل يوم. أولًا لازم نكون متفقين إن إحنا عشان نحقق أي حاجة أو عشان ننجز أي حاجة لازم نتبع الحاجة دي ونكون tracking to it. في حاجة أنا عملتها كنت وقفتها من زمان جدًا وبجد لمّا رجعت أعملها فرقت معايا جدًا، وهي إن أنا في آخر اليوم لازم أكتب إيه الحاجات اللي أنا عملتها صح وإيه الحاجات اللي أنا عملتها غلط، وكانت في يوم من الأيام كانت كالآتي: مثلًا في يوم الحاجات اللي أنا عملتها صح إن أنا رُحت الجامعة رغم البرد، الجو كان برد جدًا على فكرة يا جماعة، ده حاجة مش سهلة إن أنا أصحى الصبح بدري كده عشان أروح الجامعة، يعني حاجة اللي هو مش مستاهلة يعني، بس حاجة صح إن أنا رُحت الجامعة رغم البرد، صليت الضهر في وقته بدل ما كنت بارجع وباجمّعه مع صلاة العصر، صليت الضهر في وقته، وسمعت فيديوز في الطريق وما ضيعتش الطريق في الفاضي، ولحقت صلاة العصر. كنت دايمًا لمّا بارجع تعبانة جدًا وأفضل قاعدة كده ومش قادرة أقوم، فكانت صلاة المغرب كانت بتدَّن وما كنتش بالحق أصلي العصر، فلأ الحمد لله تغلبت على نفسي وقُمت صليت العصر في وقته. قيام الليل وأذكار، يعني قُلت قيام الليل، صليت قيام الليل، الحاجات دي أصلًا من الحاجات اللي الحمد لله دايمة معايا، أنا صليت قيام الليل وقُلت الأذكار بتاعتي وده ثابت أصلًا معايا الأذكار يعني. الغلط اللي أنا عملته بقى إن الجزمة مش مريحة، وعلى فكرة يا جماعة دي حاجة مهمة جدًا، الجزمة فعلًا مش مريحة واليوم طويل، فده كانت حاجة مش حلوة خالص، ومسكت الموبايل كتير وده ضيّع وقتي وما خلّانيش عندي فرصة إن أنا أخطط لليوم اللي بعده أو أنجز أي حاجة خالص، واكتئبت كمان، يعني زعلت كمان من الوقت اللي أنا ضيّعته ده. فلمّا مسكت الموبايل كتير طبعًا حاجة الغلط، وفي محاضرة في النُص ما كانش لازم أحضرها، إن أنا ما استفدتش أي حاجة، فضيّعت وقت فيها، فكان ممكن إن أنا مثلًا أقوم وأعمل أي حاجة وبعدين أرجع تاني أكمّل بقية اليوم عادي، فالمحاضرة دي كانت غلط أصلًا. ونمت في غير ميعادي، ودي الحاجات الغلط اللي أنا عملتها، وما خدتش الدوا بتاعي وما صليتش العشا في وقتها. كنت نمت أصلًا، فلمّا نمت في غير ميعادي كان صلاة العشا راحت، فصحيت. دي من الحاجات الغلط اللي أنا عملتها. إيه الفايدة بقى؟ الحاجات الصح اللي أنت عملتها دي حاول تحسّن منها، يعني مثلًا أنا رُحت الجامعة دي كانت حاجة صح، بس في محاضرة في النُص ما كانتش حاجة صح إن أنا أعملها، فالحاجات الصح اللي أنت عملتها دي تحسّن منها، والحاجات الغلط أمّا تشوفها مكتوبة كده قدّامك تتضايق، لمّا بتتضايق أنت بتحاول تحسّن من نَفْسك. وأنا باعمل كده افتكرت حديث عمر بن الخطاب لمّا قال: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا." اعملوها بجد هتفرق معاكم جدًا، أمّا تيجي تتابع كده وتشوف الحاجات اللي أنت عملتها صح والحاجات اللي أنت عملتها غلط وتشوفها قدّامك فتتضايق، فتحسّن من نَفْسك، حاجات مهمة بجد اعملوها. تاني حاجة علشان تنجز كل اللي وراك هو أنت محتاج إنك تكون رايق، النفسية هي اللي بتجيب، حافظ على سلامك النفسي أطول فترة ممكنة، وهي مثلًا لمّا أنت تكون زعلان تقعد تتكلم كده مع نفسك وتشوف إيه اللي مضايقك وتكتبه في ورقة، على فكرة لمّا تطلّع الحاجة اللي في دماغك وتكتبها في ورقة زي ما قُلت لكم الحاجات الغلط اللي أنت عملتها تكتبها كده قدامك فتتضايق، فأنت تبعد عن دماغك التشويش، تدّي نفسك الفرصة لمّا تيجي تقعد تذاكر فعلًا تركّز في الحاجة اللي أنت بتذاكر فيها، فأنت كده تحافظ على روقانك أطول فترة ممكنة. وكمان مثلًا لو امبارح ضاع منك وأنت ما ذاكرتش كويس وندمت عليه واتضايقت، بس تكون من جواك عندك يقين إن تاني يوم لأ هاذاكر أكتر وهانتج أكتر من اليوم اللي ضاع مني ده، وهاحاول فعلًا أعوّض اليوم اللي فات ده. فاللي هو أنا ندمت بس ندمت حاجة بسيطة بس خلّتني أتشجع لليوم اللي بعده، بس ما عِشتش في الندم ده وحافظت فعلًا على روقاني وسلامي النفسي. زميلي جاوب أحسن مني النهارده في حاجات أنا ما كنتش عارف أعملها، ربنا يزيده وربنا يبارك له، وأنا كمان هاجتهد علشان أجاوب أنا كمان تاني يوم. حافظ على سلامك النفسي وخلّيك شخص سوي نفسيًا، وبجد حافظ على روقانكم، أنتم محتاجين الروقان ده يعني أنتم محتاجين الروقان ده جدًا في الفترات اللي جاية إن شاء الله، فخلّيك سوي نفسيًا، ومن الآخر كده تجمّل بالصفات الحسنة علشان تخلّي نفسيتك كويسة وتعرف تكمّل كده معانا. علشان برضه تنجز أي حاجة أنت طبعًا محتاج مُخّك، وطبعًا عشان محتاج مُخّك لازم تنام، يعني لازم تدّي له حقّه، وهو أنت لازم تنام ومش أي نوم، لازم تنام بquality كويسة، لازم تنام بجودة نوم كويسة، بدون نقاش، بدون نقاش أنسب وقت للنوم هو وقت الليل، وجعلنا الليل لباسًا. مش هاقول لكم على 50.000 دراسة اتعملت في الموضوع ده، ولا الهرمونات ولا الساعة البيولوجية ولا الحوارات دي كلّها، هاقول لكم آية قرآنية واحدة: وجعلنا الليل لباسًا، اللي هو وقت الليل يا جماعة بجد أنا لمّا باسهر أنا باكتئب direct، يعني بجد لازم تناموا بالليل ولازم تصحوا الصبح، لإن كمان امتحانكم الصبح، ولازم تكونوا بتركيزكم ده لازم يتعوّد إن هو يركّز في وقت الصبح اللي هو وقت الامتحان. عارفة إن لسه بدري، ولكن الكلمة دي أنا هاقولها لكم كتير جدًا، لإن أنا زي ما قُلت النوم تعوّد، وأنا ما كنتش من الناس اللي بتنام بسهولة ولا بتصحى بسهولة،
فكنت باعاني بسبب الموضوع ده. علشان برضه تنام بquality كويسة لازم تثبِّت ميعاد للنوم وتثبِّت ميعاد للصحيان. أنا نومي ملخبط، يعني نومي لسه ملخبط ومش عارف أضبطه. ثبِّت ميعاد للصحيان واضغط على نفسك يومين 3 لحد إن شاء الله ما تتعوّد إنك تنام بالليل. وإحنا أصلًا دلوقتي زي ما قُلنا كلنا في فترة ضغط وكلنا في فترة دراسة، فلمّا تيجي تذاكر وتقتل نفسك كده طول النهار هييجي الليل هتحتاج إنك تنام. في ناس مش بتنام بسهولة زي كده، كنت صعب جدًا إني أنام بسهولة، يومين 3، 4 لحد إن شاء الله أمّا تتعوّد إنك تنام بالليل وتصحى الصبح. I promise يا جماعة إن أنتم بجد لو عملتوا كده وفعلًا نظّمتوا الأمر واستحملتوا واتعالتوا على نفسكم شوية لحد ما تتعودوا، الدنيا هتفرق معاكم جدًا والإنتاجية بجد هتشقلب كده. اعملوا حاجات أساسية قبل النوم زي الصلاة والأذكار والقرآن. يعني مثلًا متعودة إن أنا أقول أذكار النوم قبل ما أنام، دماغي رابط إن أنا أنام بأذكار النوم وقراءة سورة تبارك والواقعة والدخان. هو دماغي رابط إن أنا هانام لازم أقول الحاجات دي. وكمان صلاة قيام الليل زي ما قُلت قبل كده ركعتين خفاف جدًا، قليل دائم خير من كثير متقطع، وركعة الوتر بس. اللي هو يعني خلّي بس دماغك عنده روتين، اللي هو أنا دماغي رابط إن أنا لمّا آجي أنام هاقرأ مثلًا أقول أذكار اللي هي أذكار النوم وأقرأ مثلًا القرآن. فأنا بالتالي على فكرة كمان لمّا تقول أذكار هيبتعد عنك أي كوابيس، وهتكون نومة هنيئة كده ونومة هادية. فبالتالي برضه من الحاجات اللي هتحسّن تركيزك طول النهار. خلّي في روتين للنوم. علشان تنجز كل اللي وراك بطّل التفكير السلبي في المستقبل. اللي هو أنا هاتعجّل بحدوث البلاء فهاقلق من دلوقتي. يا عم طب استنى أمّا البلاء ييجي أنا هاقلق من دلوقتي. أنا مستعد إن أنا قلقان خلاص أنا جاهز على القلق. وعلى فكرة إذا حَل البلاء يحل مع اللطف، يعني ربنا بيأتي باللطف معاه. فما تستعجلش إنك تعيش البلاء قبل ما ييجي. وما تستعجلوش في التفكير السلبي يا جماعة قبل ما ييجي. إن شاء الله ربنا ما يجيب تفكير سلبي ولا يجيب أي بلاء، ولكن عشان تنجز بجد بطّلوا تفكير سلبي وبطّلوا تفكير في المستقبل. حتى لو كان تفكيرك إيجابي في المستقبل وياه حلمي وياه مش عارفة إيه، وإن شاء الله كلكم توصلوا للحظة دي يعني وبجد وتخلّصوا يعني وكده. المهم حتى لو كان التفكير إيجابي أنت تنسى الحاضر اللي أنت عايش فيه. هتنسى الحاضر واللي أنت عايش فيه، أنت المفروض تذاكر أو المفروض تشتغل في الوقت ده. فلا تفكير سلبي ولا تفكير إيجابي، خير الأمور الوسط. والسلبي إنك تبعد عنه تمامًا والإيجابي حبّة صغيّرين كده علشان يدّينا الدافع إن إحنا نكمّل. مثلًا في البريك بتاعك تقوم تلعب رياضة وتتنطط كده شوية، وبالتالي تقعد تفكّر بقى في مستقبلك وتفكّر إن شاء الله إنك كده وصلت وحاجات حلوة كده. فده بيدّيك دافع إنك تكمّل، ولكن ما تستغرقش فيه كتير علشان ما تنساش الحاضر اللي أنت عايش فيه. وآخر حاجة معانا بطّل تشتكي وبطّل تتدلّع. على فكرة يا جماعة زماننا مش سهل خالص، إحنا بنتكلّم بجد ومش باحبطكم. زماننا مش سهل، زماننا محتاج شخص مجتهد، شخص واعي، شخص عنده ثقافة بكل حاجة بتجري حواليه. بجد شخص متفتّح وفي نفس الوقت حريص جدًا على التفتُّح بتاعه ده في حدود دينه وفي حدود أخلاقه وفي حدود مبادئه. بطّلوا تشتكوا. على فكرة الثانوية العامة هي أول خطوة للتميُّز أو أول خطوة للنجاح وأول خطوة للمسؤولية. وما أدراك ما المسؤولية. أنت بعد كده أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن مستقبلك. وأي حد أصغر من تالتة ثانوي بيتفرّج عليّا دلوقتي، يا جماعة بجد طوّروا من نفسكم وطوّروا من ذاتكم واجتهدوا. أينما ذُكر الاجتهاد ذُكر النجاح، ذُكر التميُّز. أيًا كان مجالك، أينما ذُكر الاجتهاد ذُكر التميُّز، وكلما اشتد الاجتهاد اشتد التميُّز. لازم تجتهدوا وتشتغلوا على نفسكم وبجد بلاش دلع خالص. أنت على فكرة الطبيعي بتاعنا إن إحنا نجتهد، الطبيعي بتاعك إنك تذاكر، هو ده الطبيعي اللي أنت تكون فيه، إنك تجتهد طول عمرك وتشتغل طول عمرك. أي حد أصغر من تالتة ثانوي بجد اسمعوا مني، طوروا من نفسكم واجتهدوا واهتموا بمذاكرتكم جدًا، جدًا، جدًا. وهي الأولوية في حياتكم حتى لو في جامعة برضه بيتفرجوا عليَّ. هي الأولوية هي المذاكرة، الأولوية هو المجموع بتاعك أو الGPA بتاعك أو أيًا كان. هي دي الحاجة الأولوية. وتاني حاجة إنك تطوّر من نفسك وتجتهد في الاتنين مع بعض. فأنت في تالتة ثانوي دلوقتي خلّيك قد المسؤولية، خلّيك قد مسؤولية مستقبلك وقد مسؤولية نفسك. وسيبك من الناس اللي بتقعد تقول لك صياح والناس اللي بتصيح ويقول لك هاجيب منهج في شوال. كل ده كلام نصب وبيضحكوا عليك. والله يا جماعة بيضحكوا عليك. الmemes اتنشرت دي كلها بيضحكوا عليك وبيتنصب عليك. فسيب الكلام ده كله وارميه وخلّيك قد المسؤولية بتاعتك فعلًا. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا النهارده. أتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش تسيبوا لايك يا جماعة وتسيبوا لنا رأيكم في comments وتشيروا الفيديو مع أصحابكم فعلًا هيستفيد يعني هيفيد ناس كتيرة. وكمان تعملوا فولو على فيسبوك وعلى انستجرام لو انتم عايزين يعني. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.